هاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الحلقة بتاعت النهاردة عاملاها من العربية، والحلقة دي أنا بعتبرها بجد استثمار، لأن كل اللي هقوله في الحلقة دي هي بجد جاي عن تجربة شخصية 100%، وجاي عن تجربة أنا مريت بيها بشكل شخصي من 5 سنين لحد دلوقتي. ايه اللي أنا استفدته، ايه اللي أنا ما استفدتوش، ايه اللي أنا حاسة إن أنا لو رجع بيا الزمن حاسة إن أنا لأ أنا هشتغل عليه تاني، إيه اللي بجد أنا حاسة إن ممكن يبقى فيه فعلًا possibility إن أنا أغيّره في نَفْسي، والطريق اللي أنا خدته هل ده كويس والّا لأ، يعني أثّر عليَّ بإيه. فصدقوني الفيديو ده مهم جدًا، 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 وباتمنى إن هو يعجبكم ويكون مفيد ليكم. اللغة الصينية ساعات كتير أوي بتأثّر على أحلامنا، وبتأثّر على شكل كبير جدًا، جدًا من الحاجات اللي إحنا عايزين نحققها في حياتنا من الجانب النفسي. ساعات كتير أوي، أوي بننشغل، ساعات كتيرة أوي، أوي بنحط أو بننسى إن إحنا نحط نفسنا كpriority. في الحلقة دي أنا هاقول لكم إزاي اللغة الصينية ما تعملكوش draining أو ما تخليكوش مرهقين ومستنزفين، في نفس الوقت إزاي تأثّر عليكم بشكل صحّي وبشكل إيجابي، إزاي تتعاملوا مع اللغة الصينية على إنها مجرد شيء من وسط أشياء كتير جدًا، 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 ما ننخدعش وندّي للغة الصينية حجم أكبر من حجمها في حياتنا. في ناس كتير جدًا، جدًا بتحاول إن هي تadapt وواخدة الموضوع كchallenge إن أنا أكون أو لا أكون، صدقوني فعلًا دي حاجة كويسة، بس مش الحاجة الكويسة إن أنا أسيب إن الموضوع بجد ينتهكني وياكل فيّا لحد ما أبقى بجد consumed وdrained ومش عارفة إن أنا أعمل حاجة. فلو أنت بتشوف الحلقة دي معايا دلوقتي وحاسس كل المشاعر الوحشة اللي أنا قُلتها، اعرف إن الفيديو ده ليك. يالّا بينا، حضّر كوباية القهوة أو كوباية النسكافيه أو حتى كوباية العصير اللي أنت بتحبها، ويالّا بينا نبدأ مع بعض الحلقة بتاعة النهارده. خلّيني أحكي لكم تجربتي من الأول خالص. أنا في الأول خالص ما كنتش عايزة أصلًا صيني، وما كنتش عايزة أدرسه، ولا دي كانت كلية أحلامي ولا خالص كانت الكلية اللي أنا بافكّر فيها. بالعكس، كانت كلية أنا مُجبرة عليها. في 2018 يعني أنا كنت 18 سَنة أو 17 سَنة كمان ما كنتش كمّلتهم، وكنت داخلة الجامعة وكنت حاسة إن أنا مُحبطة جدًا، لإن أنا كان نِفْسي أوي، أوي في أسنان، وكنت باذاكر كويس أوي، والناس اللي كانت عارفاني عارفة ده إن أنا كنت باذاكر بشكل كبير جدًا، جدًا مقارنةً بزمايلي. دخلت الكلية لقيت معظم الناس اللي كانوا موجودين معايا في الكلية معظمهم إلى ما كاد يكون كلّهم بجد يعني أدبي، جزء قليل أوي علمي، وكلّهم عارفين هُم عايزين إيه ومحققين أحلامهم وداخلين كليات هُم عايزينها. فعارفين لمّا تحسّوا في الأول كده إن أنا مش في الtrack بتاعي وإن أنا إيه اللي جابني هنا؟ بس دايمًا كنت باقول لنفسي وباصبّر نفسي إن أنا I'm here for a reason. أول سنة أنا ما كنتش باحب الكلية، ما كنتش باحب اللغة خالص، بالنسبة لي كانت لغة صعبة أوي، يعني إيه أقعد أحفظ رموز وأحفظ حاجات ملعبكة، وأحفظ بجد حاجات أنا مش حاسة إن هي أصلًا هتaffect me في حاجة، وحاسة إن أنا بجد باهدر طاقتي أوي. أحفظ الرمز يتنسى، أقعد أحفظ وأكتب وأعمل كشاكيل وأعمل notes لإني مُجبرة إن أنا أجيب درجة كويسة، لإن أنا على طول دايمًا يا باجيب درجات كويسة، يا إما باجيب درجات كويسة. فما كانش عندي option تاني، إن أنا يعني أنا من حوالي كام شهر كنت ثانوية عامة، دايمًا باجيب درجات كويسة، دايمًا باطلع الأولى، دايمًا باقفّل، دايمًا باجيب أحسن درجة، فما كانش عندي رفاهية إن أنا أجرّب إن أنا أبقى حد عادي، أنا ما كنتش حد عادي. فكنت باجبر نفسي إن أنا أذاكر وأعلّق notes وأعلّق sticky notes، ومهما بيحصل برضه الموضوع بيبوظ منّي، برضه الموضوع بيبهوأ، برضه بافشل، برضه باحس إن أنا مش متضبّطة. طَب ليه؟ الموضوع بجد ما كانش كويس خالص. فضلت حوالي فترة كده باحاول على قد ما أقدر إن أنا أضبّط الموضوع، وكنت مرهقة جدًا إن أنا باعمل effort كبير، 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 وما كانش في خالص أي عائد. بالعكس أنا كنت حاسة إن أنا حد عادي جدًا وسط زمايلي، حد عادي جدًا وسط الsection. فالإحساس إن أنت تكون شخص عادي صدّقني دي حاجة عادية جدًا، إن أنت تكون شخص حاسس إن ما فيش يعني حاجة، ما فيش عائد، حاسس إن أنت it's totally fine you're just normal person وسط ناس كتير أوي. الإحساس ده طبيعي جدًا، جدًا في سنة أولى.
بعد ما خلّصت سَنة أولى يا شباب، طلعت سَنة تانية والحمد لله جِبت تقدير مش عشان أنا باحب الكُلّية، جِبت تقدير عشان أنا باحفظ من غير ما أفهم، كنت حرفيًا باروح الامتحانات copy paste أحفظ أذاكر اللي أنا حفظته، أحطّه في الامتحان وخلاص. وسَنة أولى كمان للناس بتوع ألسُن وأعتقد برضه آداب وأعتقد في لغات وترجمة، في الصيني أنت هتحفظ هتكتب هتجيب درجة، ما كانش فيها حتّة اللعب أوي مع الدكاترة في الأفكار، لإن ما كانش أنت عندك الحصيلة اللغوية اللي يقدروا يلعبوا معاك عليها. الكلام ده كان ممكن يحصل مثلًا في الترجمة في سنة تالتة وفي سنة رابعة، بس في سنة أولى أنا ما كانش عندي ده. وفي سنة تانية بقى حصل موقف هو ده اللي خلّاني فعلًا أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى حطّني في المكان ده يا إما أكون أو لا أكون. عشان برضه كنت شاطرة والحمد لله وجِبت تقدير كويس، فكانوا مدّيني السكن الممتاز في المدينة الجامعية. فوأنا ماشية قابلت بنوتة، البنوتة دي أنا لسه فاكرة اسمها لحد دلوقتي، بنوتة مصرية، فقامت باصة لي كده وقايلة لي: "على فكرة أنتِ جميلة أوي، أنا شايفاكِ ناجحة أوي، أوي، أوي." أنا كنت still يعني teenager كنت I was 19. ادّتني ورقة كان مكتوب فيها "You have achieved a lot and you will be achieving a lot till you die." الجملة دي فضلت قاعدة في دماغي حوالي طول اليوم كله، والبنت أنا ما أعرفهاش جات ادّتني الورقة ومشيت وأنا ماشية، وكنت حاسة اللي هو لأ it's a reason for something. هنا بس قدرت أقول إن أنا بدأت رحلتي مع الChinese. بدأت رحلتي وكنت حاسة إن أنا بجد this is the time to do a thing whether I succeed whether I fail. أنا ما عنديش option تاني. ابتديت أذاكر بشكل شره، الAirpods في ودني كتير جدًا، أكتب مقالات حتى لو بسيطة مليانة أخطاء، أجبر نفسي إن أنا أتكلم في المحاضرات حتى لو باتكلم غلط، وكنت باخد تعليقات كتيرة أوي ربنا يرحمه يا رب ويغفر له من دكتور مجدي، ومن دكتور لميا، ومن دكتور ناهد، كنت باخد بجد، بجد comments من دكاترة كتيرة جدًا، والدكاترة دي بتشوف الحلقة بتاعة دلوقتي هيبقوا شاهدين. كنت باخد حرفيًا كومنتات سلبية وإيجابية، دكتورة سُمية، دكتورة الاستماع، كنت أنا طبعًا باتكلم عن دكاترة ألسُن عين شمس، فلو حد مش في ألسُن عين شمس مش هيعرف الأسامي دي، بس الأسامي دي أسامي عملاقة أوي. كنت باحاول على قد ما أقدر إن أنا أdo my best لحد ما خلّصت سَنة تانية وكنت واخدة HSK4 بدرجة كويسة جدًا، جدًا، جدًا. قدّمت على منحة والحمد لله اتقبلت، وit was very, 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 very good thing. وحسّيت إن ربنا سبحانه وتعالى بجد بيوجّهني لمكان أنا أستحق إن أنا يعني أكون فيه، لإنّي بجد تعبت أوي في ثانوي، وربنا ما ادّانيش اللي أنا عايزاه، لإنه ما كانش خير ليّا، لإن ربنا سبحانه وتعالى ما كانش ده الخير ليّا. خدت المنحة، سافرت، اجتهدت، طلعت الأولى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف GPA 3.98، وده كان أعلى مجموع من ضمن صحابي الأجانب، وخدت جايزة مالية محترمة جات لي على مصر، وبعد أمّا نزلت والشهادة وأنا هناك شاركت في مسابقة عالمية، المسابقة دي المفروض إن هي كتبت اسمي في مجلة بكين لعام 2020، 2021 إن أنا مثّلت مصر في مسابقة عالمية وخدت مركز أول. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه بجد لمجرد إن هو شايفك في مكان معيّن، أو هو ربنا سبحانه وتعالى عايزك في المكان ده. لو اتشقلبت ربنا سبحانه وتعالى ما دام أنت عملت اللي عليك هيدّيك اللي أنت عايزه. خلّصت سَنة تالتة وكنت باشتغل والحمد لله، الحمد لله ربنا ادّاني القدرة إن أنا أشتغل في كذا حاجة، فاشتغلت في كذا حاجة، هتلاقوا الفيديو ده معمول على الإنستجرام already، فحاسة إن أنا مش عايزة أطلع في الفيديو ده أتكلّم أوي عن إمكانياتي، على ما قد أنا عايزة أتكلّم إن قد إيه أنا كنت literally ضعيفة وما كانش عندي أي حاجة تميّزني، أنا بس كان عندي ربنا. فعشان كان عندي ربنا، الحمد لله ربنا وفّقني بحد كبير أوي أكتر مما كنت عايزة. اللي بيُقف ربنا معاه، ربنا بيكرمه بشكل كبير أوي يا جماعة، أحسن مما إحنا كنا عايزين. طلعت سَنة رابعة ودرست وكانت سنة التخصُّص، وبجد الموضوع كان صعب أوي، لإن أنا كنت باشتغل وكنت لسه طالعة من منحة، فكنت واخدة كميات كبيرة أوي. وflashback نسيت أقول لكم إن سنة الكورونا بتاعتي سنة المنحة، الجامعة بتاعتي نزّلت قرار إن أنا لازم أدرس في جامعتي في الصين
وأدرس في نفس الوقت في جامعتي في مصر، فالموضوع بجد كان مُرهق ذهنيًا جدًا، 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 وكان بجد مُرهق في نفس الوقت ماديًا، لإن أنا كنت باذاكر هنا وهنا، وفي نفس الوقت باحاول إن أنا أشتغل، وكنت مزنوقة جدًا، جدًا إن أنا أخلّص كل حاجة. بس عايزة أقول لكم بقى إن ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه. طلعت سَنة رابعة وذاكرت واتخصصت إن أنا أعمل مشروع التخرُّج بتاعي في الأدب، واللي كان مُشرف عن المشروع ده دكتورة جان. دكتورة جان هي اللي كانت مشرفة على المشروع بتاعي، اسألوا اللي بيسمع الحلقة دي وهو في ألسن عين شمس، روحوا اسألوا دكتورة جان. أنا الوحيدة في دفعتي كاملة اللي جايبة 20 من 20 في مشروع التخرُّج. ده مش بسبب إن أنا حلوة وإن أنا فائقة وإن أنا لأ، أنا كنت مؤمنة إن أنا عايزة أجيب امتياز، وبالفعل اتخرّجت وجِبت امتياز، وكنت السادسة على الدفعة في سَنة رابعة، والحمد لله، الحمد لله، ألف حمد وشكر، ربنا كرمني من وَسَع، لإن أنا بجد تعبت وكنت مؤمنة. في حاجة بقى أنا عايزة أقولها لكم اختصارًا لكل الموضوع ده. أنا في حاجة كنت باعملها كانت بجد، بجد، بجد مرعبة، وكانت حرفيًا بتضغطني أوي. أنا في سَنة أولى يا جماعة أنا كنت باقارن نَفْسي بطوب الأرض، والله العظيم أنا لو كان في بجد، بجد حد حرفيًا طوبة كده ماشية كنت أقول لأ، دي بتتكلم صيني وأنا لأ. I was consumed. أنا كنت باحاول على قد ما أقدر إن أنا أقول لنَفْسي لأ، أنتِ ولا حاجة. All the people are speaking Chinese better than you because you didn't choose it. أنتِ ما اخترتيش اللغة دي، أنتِ ما اخترتيهاش، أنتِ اتفرضت عليكِ، فأنتِ بتتكلميها وِحِش. however the rest are doing very well. يعني بجد بيعملوا حلو أوي، بس أنتِ مش بتعملي حاجة. أنتِ literally you're still trying your best إن أنتِ تعملي حاجة، بس أنتِ مش هتعملي حاجة لإن أنتِ مش حاباها. شوفوا بقى الشيطان، أقعد أشتغل وأقعد أحفظ كمية رموز مش طبيعية وأنسى وأحفظ وأنسى وأحفظ وأنسى، وأكون حافظة لسه الكلمة، يا دوب بس أطلع من البيت رايحة لكورس الأخوة أنسى بشكل مش طبيعي، لدرجة إن الموضوع بجد أثّر عليّا وأثّر على نفسيتي. بس اللي خلّاني بجد، بجد أقف مع نفسي إن أنا قُلت من النهارده no more compression. أنا مش هاقارن، أنا هاقارن نفسي بتاعة النهارده بنفسي امبارح. I will not ever, ever compare again. ده راح اشترك في مسابقة الجسر الصيني ربنا معاه، ده راح اشترك في مسابقة القصة ربنا معاه، ده راح اشترك في مسابقة الشعر ربنا معاه، ده خَد كاس أول في بلا، بلا، بلا ربنا معاه. أنا ليّا بميار بس. وسبحان الله الناس اللي أنا كنت باقارن نفسي بيهم، ربنا سبحانه وتعالى ادّى لهم رزقهم في حاجة بجد كانت بتاعتهم، سواء حد اتعيّن، سواء حد اتجوّز، سواء حد ربنا ادّى له رزقه بشكل ما هو كان يستحقه، لإن ده كان رزقه اللي مكتوب عند ربنا. أنا ربنا ادّاني اللي كاتب لي واللي شايف إن هو خير ليّا. فأنا عايزة أقول لكم إن فعلًا، فعلًا على قد ما أنت بتجتهد، على قد ما أنت ربنا هيكرمك. وأنا عايزة أقول لكم إن أنا باعمل الحلقة دي، أنا مش عارفة القناة بتاعتي هتكبر والّا لأ، أنا مش عارفة في يوم من الأيام أنا هاstill أصوّر والّا لأ، أنا مش عارفة، بس أنا باتعب ومتأكدة إن ربنا شايف تعبي ده. فعايزة أقول لكم إن اللغة الصينية أنا عارفة إن هي مرهقة، أنا عارفة إن هي متعبة، أنا عارفة إن فعلًا المجهود بتاعها doubled، لإن أنت بترسم رموز وبترسم characters وبترسم كلام وبتتعب على قد ما بتقدر إن أنت convince نَفْسك في المجال حرفيًا وسط حيتان. I know that well. بس على قد ما بتتعب حتى ولو اتقدّمت يعني قيد أنملة، ربنا سبحانه وتعالى بيدّي لك تعبك ده إلى حدٍ ما في حاجة أنت ممكن تتخيّل إنها مش هتيجي لإن أنت مش عايزها أو مش دي الحاجة اللي أنت بتشتغل عليها، بس ربنا يدّيها لك ويكافئك بيها. فصدّقوني keep pushing حتى لو أنتم تعبانين، حتى لو أنتم قرفانين، حتى لو أنتم حاسين إن أنا فعلًا أنا تعبان، والله العظيم يا جماعة ربنا ما هينسى تعبكم، وهتفضلوا تجتهدوا لحد ما في يوم هتيجوا تقولوا يا رب الحمد لله إن أنت ادّيتنا كل ده. أتمنى الحلقة دي تكون فادتكم. لكم ولو أمل بسيط أوي إنه ممكن تعملوا إيه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو ده مع أصحابكم، لأي حد يائس، أي حد أنت شايف إن هو بجد، بجد تعبان. الحلقة دي ممكن تكون مفيدة ليه،
ممكن تفتح له باب إن هو فعلًا يذاكر ويشتغل على نَفْسه عشان يوصل لحاجة، ومش أهم حاجة إن أنا أشتغل وأذاكر وبس، أشتغل وأذاكر وأنا نِفْسي هادية، ما اقعدش أقارن نَفْسي بغيري، لإن حرفيًا دي أكبر وسيلة ممكن تخلّيك تفشل وبسرعة. باتمنى بجد الحلقة دي تكون نفعتكم، وأشوفكم المرّة الجاية إن شاء الله في حلقة جديدة.